تعريف للمايند سيت ببساطه شديده هو انك انت تبص للاشياء بنظره اخرى، لا هي احسن ولا هي اوحش، هي اخرى، عشان كده اسمها تشينج. لو احنا اتكلمنا على الليدر، ايه المايند سيت بتاعته المفروض تبقى عامله ازاي؟ تبقى متاكد وعارف وتبدا تصدق ان الدماغ اللي ربنا خلقها هي دماغ ثريه جدا، والمخ البشري ثري جدا 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 ومليء بالاعدادات. استخدمها لها حاجه. طب ما هو برضه التيم بتاعك هم اولادك، بس بيعملوهم مبسوطين، صح. بيعملوهم هم يعني شايفين ان دي حاجه فيه وبيليفر فيه ومعتقدين كلامه صح. ولكن الراجل ده انا لو قابلته في يوم من الايام في الشارع او في اي مكان انا هوطي بوس ايده، كنت مش فاكر لك اي حاجه ثانيه. بس على الله حكايتك. اديني مثال لليدر انت بتحبه Yes. وعايز تقول له ايه، وليدر يعني اثر فيك سلبيا وتقول له ايه. رايك ايه؟ اه ولا اللي بيتعلم؟ لا اللي بيسوق كويس. اللي بيسوق كويس. طيب دكتور احمد، طبعا اكيد كلنا عارفين الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي زي ما بيقال، يعني اكيد ليه علاقه بالليدرشيب. يس. وطبعا ده جزء اصيل مش بس على فكره اي ليدر. وانا هقول حاجه بس كده قبل ما اسال السؤال بتاعي، وانا بؤمن ان اي واحد في حياته هو ليدر. مش لازم تكون انت عندك تيم عشان تبقى ليدر، بالعكس. لما كنا بنرقي الناس يمسكوا تيم كنا بنشوفه هو ليدر اصلا من غير ما يكون عنده تيم ولا لا. يس. فهي حتى احد الشركات اشتغلت فيها نسله وكنا بنؤمن ان everyone is a leader. يس. حتى من اول لو بنتكلم في البنوك التيلر لغايه السي او، لو بنتكلم في مجال الادويه من اول السيلز ريب لغايه الجي ام. يس. فكل واحد هو عنده الليدرشيب حتى لو مش بليد تيم. يس. واكيد جزء كبير من التكوين الليدرشيب ديت هو الايموشنال انتليجنس. يس. فعايز برضو اسال حضرتك ايه هو تعريف الايموشنال انتليجنس من وجهه نظرك، واذا كان في ستيبس ليها وازاي اربطها بالليدرشيب عشان فعلا اقدر اليد التيم بشكل فيري افكتيف. والله بص على الحته دي بحب اخدها بامثله. طيب يلا. يعني جاهز للامثله؟ يلا. طيب انا النهارده الراجل اللي شغال معايا كلمني الصبح وقال لي انا والدتي تعبانه قوي وهتاخر ساعه وانا في ريبورت لازم يبعته. خلاص. ايموشنال انتليجنس زيرو هو ان انا اكلمه بعد نص ساعه واقول له فين الريبورت. ولا اسال على مامته ولا تفرق معاه. بالظبط. واساله كمان على الريبورت، يعني لو انا كلمتك كمان انا عرفت ان مامتك تعبانه بس انا بعد نص ساعه بكلمك عشان الريبورت. هو استاذني ساعه. هنا ولا في ايموشنز ولا في انتليجنس سمع ولا اي. صح. بالظبط. ايموشنال انتليجنس اكزامبل تاني برضو لو عدم وجوده هو ان انت يبقى في حاجه واضحه قدامك زي الشمس، انت ما تقلقش بس في حاجه واضحه، وليكن مثلا ان هذا الشخص لا يميل مثلا للجلوس في مكان ما فيهوش تهويه وما فيهوش شمس، وانت لما تيجي تعمل ري انوفيشن او حتى ايفن بتظبط تروح حاطه في حته يعني قبر تحطه جنب المطبخ على طول، يعني انت مستغرب اول ليه متضايق. فدي برضه ففي حاجات بتتقال في الايموشنال انتليجنس وفي حاجات بتتحس او لازم انت، عشان كده هي ايموشنز. عشان كده دايما بستغرب من اللفظ ايموشنال انتليجنس ان هو اتقال في البيزنس. يعني احنا دايما عمرنا مفيش عواطف في البيزنس، مفيش مش عارف ايه. يعني طبعا الكلام ده طبعا خطأ تماما. جاك والش الجي ام الاسطوري، الراجل اللي نقل جنرال الكتريك من، انا طبعا مش فاكر ارقام، بس واحد عمل نجاحات غير مسبوقه ويعتبر افضل واكبر وانجح جنرال مانجر في العالم جه لحد النهارده، وعنده كتب وعنده انترفيوز بيتكلم فيها باستفاضه على اللايك وديسلايك في البيزنس، وازاي ان هو نفسه كان بيحب ناس وما بيحبش ناس. بس الفكره بقى اعتقد كان مصطلح الايموشنال انتليجنس في التسعينات وتمام كانش ظهر، بس اعتقد هو كان بيتكلم فيه اللي هو انت ازاي تسيطر بذكاء على عواطفك. يعني انا بحبكش او ما بحبش اكس، فازاي ده ما يظهرش، وازاي ما ياثرش على قراراتي، وازاي ما ياثرش على افعالي معاه، وازاي ما يوصلوش ده. برضو في ناس بتقع في فخ العكس، لو انا ما بحبكش فانا هعاملك كويس جدا جدا وهديك حقوق مش بتاعتك. طب ما انت برضو كده unfairness للشخص اللي انت بتحبه على فكره، انت عايز تبرايف هيم اوف الرايس عشان بس تبان انك. فالايموشن انتليجنس هو بحر عميق جدا، اعتقد هو ممكن يبسط الى ان يبقى عندك نوع من انواع الفطنه والنباهه، وانك انت افعالك ما تمشيش بخط يعني موازي مع مشاعرك، لا بتبقى ماشيه بخط موازي مع الحكمه والمنطق من وراء الامور. يعني لا مانع اطلاقا ان انا اكون
مش حابب اللي انا هعمله ده، بس الحكمه يعني تقتدي ان انا اعمله. طيب ايه علاقته بالليدرشيب؟ طبعا دي علاقه وثيقه، لان انت بتستخدم ليل نهار مع الناس بتوعك الايموشنال انتليجنس، انها مش بس كوتشنج ومش بس ليرنينج ومش بس نوليدج ومش بس متابعه. لا، هو الناس لازم مش في مقوله شهيره انا مش عارف مين اللي قالها، people join companies and leaving managers. طب هم ليه؟ طب ما فيش حد هيمشي speaking about نسلة يقول لك اصل نسلة وحشه، محدش هيصدقه. نسلة ايه اللي وحشه؟ احنا مدرسه كبيره. ده غير المدرسه. انا كمستهلك شوكولاتات وميه وزي الفل، ايه الوحش فيها يعني؟ فانا مش هصدقك، ده انا اتمنى اعدي جنبها، صح. مش هشتغل فيها. ولكن انا سايب احمد موسى، انا سايب فلان، مش سايب نسلة. فهنا طب انا هسيب ليه؟ لان مفيش ايموشنال انتليجنس. الراجل ما بيتعاملش معايا بذكاء عاطفي كويس ان هو يقدر يمتص السلبيات بتاعتي، ويمتص قبل السلبيات بتاعتي يمتص مشاعره السلبية تجاهي او تجاه الموقف اللي احنا محطوطين فيه. يعني كان في احد الناس او احد برضو المديرين برضو ربنا يمسيهم بالخير، قال لي برضو معلومة كويسة جدا. قال لي انت لو وصلت، كنت لسه في بداية حياتي، لو وصلت اللي معاك انه يتعصب عليك تبقى انت الغلطان. الله، طب ازاي بقى؟ قال لك انت لازم تبقى عارف الثريشولد او الحته بالبلدي بقى، الحته اللي هيوصل عندها بعديها هيقلب، وما توصلوش للحته دي. لكن لو انت فضلت معاه ووصلته للحته دي تضغط ووصلته ليها، طب ما هينفجر. ما تجيش تقولي انفجر، ما هو انت اللي وصلته دي. ففي واحد ينفع اهزر معاه وابقى متبسط معاه، ده ايموشنال انتليجنس. في واحد لا، لازم ابقى فيرم معاه، او واحده لازم ابقى فيرم معاها. مش هتقبل ان انا ابقى مثلا انا ما عنديش حاجه غلط، ما بعملش حاجه غلط، لكن انا مثلا ايه بهزر كتير. لا، في واحده مثلا ما ينفعش اهزر معاها كتير. في واحد مثلا ممكن يكون متدين شويه، في واحد ممكن يكون assertive شويه. فكل واحد له طريقته، فكل واحد ليه الثريشولد بتاعه. فانت لازم يبقى عندك ايموشنال انتليجنس كليدر، انك تعرف تقف فين قبل ما اللي قدامك ينفجر. ولذلك اوقات، انا اسف انا طولت فيها دي، بالعكس بس اوقات ممكن يحصل غيره. الله، وانت ليه بتنزلني كل يوم جمعه او كل يوم سبت وما بتنزلش فلان؟ صح. انت بتفرق ما بيننا. بالعكس، ده قمه الذكاء، بس هو لازم يفهم. ما انت الذكاء العاطفي لو استخدمته يحتم عليك النزول بالكادر الوظيفي بتاعك، وتفهم انت اوقات بتعمل ده ليه. ترانسبيرنت كمان، to be transparent to be كمان very clear في الكوميونيكيشن. لا والله انا باجي عليك وبنزلك عشان انا عارف انك انت هتستحمل دي وبتتعلم. انا ما بقدرش انزله لانه عنده مثلا طفل مريض في البيت عنده، او مثلا والدته بيوم الجمعه بيروح لها يوديها العلاج الطبيعي. هيقدر، صح، لانك فسرت بالظبط كده. وتبقى ذكي اناف برضو. لو لقيته لا ما قدرش او ما اشتراش، لا خلاص يبقى بلاش. ممكن ابدا اخفف عنه شويه النزول يوم في اوقات العمل اللي هي مثلا في الاجازات او الاوفر تايم. طبعا بدي مثال، سو في الاغلب من خبرتنا هيقدر. مش هيقدر انك فهمته بالظبط، فما بقاش بالنسبه له ده ظلم. واخد بال حضرتك؟ فملخص الايموشنال انتليجنس، لازم انك انت العواطف تتحكم انت فيها بشكل ذكي، والتيلرت اكوردنج لانواع الناس اللي قدامك في التيم. وهي حاجه لا مهرب منها، هي بس اتسمت ايموشنال انتليجنس ريسنتلي، لكن هي موجوده طول عمرها. هو تأكيدا كلامك دكتور أحمد، هو يعني لو تسمح لي أضيف طبعا يا ريت بعض النقط في الموضوع ده. يعني أنا بقول الليدرشيب ايموشنال انتليجنس، وفي حتى كورس عليها يعني هو بيبقى عبارة عن 4 مراحل. أول حاجة فيها السيلف اويرنس، إن أنا كليدر أعرف التريجرز بتاعتي، الايموشنز بتاعتي، امتى بتعصب، امتى بتضايق، امتى بفرح، امتى بعمل كل الكلام ده. السمات بتاعتي برضو فيها سايكوماتريكس، فدي سيلف اويرنس. حضرتك اتكلمت عن الادراك، لازم تكون مدرك انا فين. بعد كده بيجي بعدها اللي هي السيلف ماستري، انا لا ببتدي كنترول الايموشن دي. انا لما بتضايق بعمل كذا، لا انا لما بتضايق عايز اعمل كذا. لما بتضايق بكسر الدنيا ومش عارف ايه وازعق واشتم وابعت ايميل ما اعرفش اعمل ازاي. لا انا عايز اقول لما اتضايق عايز ابقى هادي، خد نفس وعد مش عارف من 1 ل10، ولو قاعد قوم، ولو مش عارف اسمع مزيكا. على فكره الحاجات دي طبعا حضرتك فاهم القصه دي كلها تماما طبعا اكتر مني، انه دي بتفرق جدا ان انا بكنترول المشاكل. كنترول طبعا. انا في النمبر 1 والنمبر 2 انا ام كنترولينج ماي سيلف. بيجي بقى النقطتين التانيين اللي انا بنتقد فيها مع الناس. اكيد وانا ليدر بتعامل 1 to 1 في ان انا في بوند بيني وبين اللي قصادي.
اول حاجه فعلا فراك اشرت ليها هي الامباثي. يس الراجل اللي قال لي انا مش هقدر اجي كمان ساعه عشان والدتي تعبانه، لازم احط نفسي مكانه، يس لازم اشوفه بفكر ازاي، انا لو مكانه بعمل ازاي. لما بعمل الكلام ده مع فرد انا كده ببني بوند، عن اقتناع كمان. خلاص انا كده كل الناس بتبقى. تاني حاجه، النقطه التانيه اللي حضرتك بتحكي عليها، ازاي اكون ترانسبيرنت. انا هنقلك من فرع اسكندريه لفرع اسوان، فايه اللي يجي في دماغك؟ الراجل ده بيسحلني، الراجل ده حاططني في دماغه. لكن لما اقول لك انا هنقلك من فرع اسكندريه لفرع اسوان عشان الفرع ده الاداره كلها بص عليه، ولو نجحت انت هتكون في حته تانية، يس يو ويل اكسبت. يس. النقطه الرابعه بقى اللي هي انا باثر على ناس، مفيش 1 تو 1 كوميونيكيشن، لكن باثر على ناس، باثر على مجموعه كبيره 100 200 300 على شركه. طبعا مش هيبقى عندي الفرصه ان انا ابقى 1 تو 1، يس. هبقى 1 تو اول. وقتها بعتمد على ازاي انفلونس بيبل بالستوريز بتاعتي، بان انا اوبتيمستيك، بليدنج باي اكزامبل، ان انا فعلا الناس شايفاني تشيرفول، الناس شايفاني ان انا ببص على في كونفيدنت فيهم. ففي النقطتين التانيين هي جزء من الايموشنال انتليجنس بس مع البيبل. يس. وايه الفكره؟ انه سبحان الله تحس ان هم بيلدينج بلوكس. يس. يعني اما افهم نفسي كويس هعرف اعمل كنترول كويس، فبالتالي اعمل بوند كويس 1 تو 1. فابتدي انتقل للمنطقه الرابعه، ازاي اعمل الريليشن شيب ايموشنال انتليجنس ازاي. حتى في بعض الكورسات بنعمل لهم بقى اناليسيس ليها، وبنعمل لهم تيست، وانت فين كويس وفين مش كويس. يعني فكرتني في حاجه دلوقتي، احد الكورسات فكان بنعمل الاسسمنت ده، اوكي. ففي واحده فجاه كانت انا فهمت دلوقتي. انت فهمت ايه؟ انا فهمت ليه التيم عندي ما عندهمش ثقه في القرارات بتاعتي. فقلت لها ليه؟ قالت لي عشان انا لما بعمل لهم حاجات قرارات هم بيشوفوها ان انا ضدهم، بالرغم ان انا ببقى في مصلحتهم، بس هم شايفين ان انا بعمل الكلام ده ضدهم. قلت لها طب انت انهي واحده بقى من ال 12 دول ولا 12 واحده؟ انهي واحده؟ قالت لي فعلا being transparent، وان انا اقول لهم ماي انتنشن. ما كانتش بتقولها. ما كانتش بتقول. فانا عشان ما كنتش بقول فالناس فاهميني غلط. فدلوقتي انا فهمت ان انا لما اقول لهم قرار واي. يس. على فكره واي لما بتتفهم، حتى احنا بنقولها بالبلدي، اذا عرف السبب بطل العجب. بطل العجب بالظبط كده. فنفس الفكره، انه الواحد ازاي يقدر يشتغل على الايموشنال انتليجنس ويشوف النقط اللي هو قوي فيها، الحمد لله يبني عليها، والحاجات التانية يشتغل عليها، لان هي مكتسبه. يس. الايموشنال انتليجنس مش جيفت. يس بالظبط، سكيل. اشتغل عليها، ولان هي هتساعدك جدا في فهمك لنفسك، وانت اول واحده تبقى انت مبسوط منها، وبعد كده انت مع الناس تقدر ازاي ان انت فعلا تستفيد منها. فيعني ثانك يو الاضافه دي والله يا دكتور احمد، حقيقي انت حطيتهم في اربع بولتس، يعني لموا الموضوع. ده رقم 4 برضه. ده رقم 4 هم برضه. ايوه انا خايف نطلع في سر. نتجوز 4 والله. انا كنت حابين الرقم 4 في سر ورا رقم 4 كده. طب نغير الارقام بقى، بدل 4 هنقول 180 دلوقتي. نروح على 180. نقسم على 4 طيب. هتيجي على 4 تيجي. لا مش هتيجي. طيب احنا في سؤال دايما بنحب نساله للضيوف عندنا. اوكي. اكيد في حياتنا مرينا موقف يا اما خلتنا نتغير 180 درجه، يا اما لما غيرنا المايند سيت بتاعنا 180 درجه استفدنا من الموقف ده. فقول لي على حاجه يمكن تكون حصلت لحضرتك للناس حواليك نتيجتها في حصلت تشينج 180 درجه في المايند سيت، وايه كان تاثيره؟ يعني هي حكايه يعني أليمة شويه. انا كانت مبادره شغل من غير ما تبقى انت يو بلاننج ليها يعني. بس هي خلينا نقول الليرنينج هو اللي انا غيرته فعلا 180 درجه تماما. دونت فول ان لاف مع البيزنس بتاعك او الوظيفه بتاعتك. يعني دي كنت بسمعها كتير جدا، عمري ما امنت بيها لحد ما شفت نتيجتها. يعني انا في مرحله من المراحل انا فعلا حبيت المكان اللي انا كنت فيه بشكل يعني فولينج ان لاف فعلا. غرام يعني غرام بدون انتقام. فما بقتش في الاواخر شايف الحاجات اللي ممكن تبقى الارمينج وريد فلاجز وسيجنالز، اللي هو يعني خلي بالك الموضوع ما بقاش حلو زي الاول. حب الاعمى زي ما بيقولوا كده. اصبح حب يعني غريبه. هو بدا حب يعني منور وبعدين انتهى حب اعمى. فطولت شويه. كان في مرحله كده كان المفروض لا اغادر وابدا ان انا يعني ابدا حاجه تانية جديده، بس طولت قوي لان انا كنت لازلت بحب هذا المكان والناس بتوع هذا المكان. ففولينج ان لاف مع البيزنس ده خطأ قاتل.
حتى لو انت الاونر بتاع البيزنس. يمكن دي نصيحه بيدوها كتير قوي من رجال الاعمال في البرامج، خصوصا حاجه زي البرامج شارك تانك والحاجات دي كلها. بتلاقي دايما ناس كتيره زي ايمن عباس يقول الكلمه دي يعني. ففعلا دي غيرت فكري تماما بعدها. الكلام ده حصل في 2021. بعديها بقيت بقف عند حته ان انا I like what I do. وغيرت حاجه تانية، معلش هو ممكن يبقوا حاجتين. طبعا براحتك. يعني هو بس هي في نفس لا صح انا نسيت، انا ليه 4 صحيح. المدامات بيتفرجوا على بالظبط كده. لا يعني هي متجوزه ليها برضه، اللي هي ايه، اللي هي انك انت لازم تحب اللي بتعمله. في جمله كده بنقولها واحنا صغيرين وبتتقال لنا واحنا صغيرين وبنقولها وانا لحد دلوقتي بقولها رغم ما بقتش مقتنع بيها، اللي هو اللي انت بتعمله لو حبيته هتعمله كويس. انا بشوف ان الجمله دي مش صح قوي. دي بقى تبقى تشينج المايند سيت عندي. دي تشينج المايند سيت. هي عندي انا ممكن تبقى تشينج المايند سيت نتيجه للبارادايم شيفت اللي حصل ال 180 ده. لا هو انا اشتغلت بعد كده في اماكن لا انا ما بحبهاش، اكلي بكرهها يعني مش مقتنع بيها اصلا، ومع ذلك نجحت. يبقى اذا التغيير اللي حصل لي بسبب الاكشن اللي حصل ان هو انا I left a company that I truly loved. حسيت ان ده مش صح، اللي هو ما تقعش في غرام البيزنس ولا الاكشنز اللي بتحصل، ولا طبعا الموظفين، ولا يعني مع انها حاجه حلوه جدا انك تبقى رايح شركتك ويا ده صاحبي وده حبيبي ودي اختي وده اخويا والدنيا حلوه، مش حاسس ان انا في شغل، حاسس ان انا في الفاميلي. انا بشوف تجربتي انا الشخصيه، ما اعرفش هي صح ولا غلط، ده غلط. توصلش للمرحله دي انك تبقى معمي على انك تشوف التغييرات اللي بتحصل والنيجاتيفيتي اللي ممكن تكون بتنشأ وانت مش واخد بالك منها، والريسك اللي ممكن يكون عليك وانت مش واخد بالك. لكن لو انت مش واقع في غرام الشركه والشغل اصل الغرام ده ممكن يبقى الناس والشركه واللي انت بتعمله صح. لا ما تقعش في غرام حاجه، ما تحبش قوي البيزنس لدرجه انك ما تبقاش بتفكر صح. وده يوديني لحته اللي هي لا هو انا مش لازم اكون بحب اللي بعمله، انا ممكن اكون ما بحبش اللي بعمله بس انا عارف اعمله ازاي، فنجحت فيه. واخد بالك حضرتك؟ يعني اوقات يجي لي، عشان مش هتكلم في حاجه كبيره قوي، بس اوقات يجي لي تريننج انا مش حابه. يعني انا بشتغل زي حضرتك في التريننج والليرنينج والديفلوبمنت، ندي كورسات لسوفت سكيلز والكلام ده كله. طب ما انا ممكن يجي لي كورس تقيل قوي على قلبي انا ما بحبوش خالص. يعني ما هقول مثلا حاجه ليها علاقه، الحاجات اللي ليها علاقه بالكاستمر اكسبيرينس انا ما بحبهاش قوي، تبقى تقيله شويه على قلبي يعني، بس بعملها صح وبعملها حلو وباخد سكور كويس من الناس. ده مش معناه يبقى نظريه ان لازم احب اللي بعمله مش شغال على طول. هقول لك على حاجه في النقطه دي، لانه انا يعني الناحيه الثانيه انا انك تحب اللي انت تعمله. هي في فرق كويس ليتس تشالنج. لا دي حقيقه، لان هو اصل هو الباشن ايه تعريف الباشن؟ هو انا الشغف بالحاجه اللي انا بعملها، اللي هو تحب ان انت تعمله، فهتلاقي نفسك بتبدع فيها. هي دي بقى الفكره، هتأديها ولا تبدع فيها. هي دي النقطه. يعني مثال اللي حضرتك تحكي عليه ده، في كورس جالك بالكاستمر اكسبيرينس، ده بالنسبه لك كورس تقيل على قلبك، تاخد فيه سكور حلو بس هل هتوصل ان انت تبدع فيه؟ غالبا لا غالبا لا، انا معاك، لا غالبا هو لما بتحب الحاجه واول ما تلاقي الحاجه اللي انت بتحبها هتعرف تبدع فيها. هي دي الفرق ما بين ان انت تؤدي ولا تبدع مع حضرتك. الباشن بقى ده اللي بيحصل. يمكن انا وصلت لمرحله ان يكفي الاداء، النجاح، وهتبقى ناجح ومتميز وامين تجاه اللي مشغلك او الشركه او اشخاص، وامين تجاه ناسك. بالظبط. يمكن I was seeking always ان انا لازم احب عشان ابدع، لا فممكن يكون يكفي النجاح. واخد بالك حضرتك؟ مش عايز برضو ابقى محبط يعني، دي تجربه، دي كانت تجربه سيئه بس اتعلمت منها ان هو لا احمي نفسي. يعني خلينا نحطها بالشكل ده، نختم الفقره دي بالشكل ده. احمي نفسك من انك انت ما تبقاش شايف السلبيات اللي حواليك. خليك بالانس. بالظبط كويس. انا معاك في الموضوع ده، لانه لا تبقى نيجاتيف قوي ولا تبقى بوزيتيف قوي بدرجه ان انت مش شايف الحاجات اللي هي تخليك تراجع. بالظبط. انا ممكن لو تسمح لي اقول الجمله دي. طبعا. زي ما بيحصل بنهايه كل سنه جرد للمخزن، اعمل جرد لمشاعرك كل نهايه السنه مع المكان اللي انت فيه. الجرد ده بقى هيقول لك والله في الاخر انت تويتش ليفل. لو حسيت ان انت في الهيلثي تمام كمل. حسيت انه لا محتاج ريفيزيت اهو جرد، اقف عند اللحظه دي. هو يمكن اللي حضرتك بتحكي عليه ده ان انا بقعد سنه بتجر سنه
بالظبط. بيجر الشغل، بالظبط. التاسك، النجاحات، مش عارف ايه بالظبط. فانت بتقعدش واقفه كده مع النفس هو ايه بقى، لازم ايوه اقعد كده اعمل الجرد المشاعر بتاعتي مع الشركه. بالظبط. وزائد ان وجودك في من الحاجات برضو اللي اتعلمتها، زائد وجودك فتره طويله قوي في نفس المجال او نفس المكان، هو مزايا اقل شويه من عيوبه. يعني في مزايا كتير انك بتكبر وبتورث وبتبقى انت الليدر، بس ما شفتش غيره. خلي بالك برضو ما شفتش السوق بره شكله عامل ازاي. فدي برضو واحنا بنتفق في القصه دي. انا من المدرسه بتاعت روح في اماكن شويه عدد سنين من عمرك اتعلم وانت في مكان تاني. Yes. يعني انا مش بتاع ان اقعد في مكان 20 30 سنه، لا. Yes. يعني حتى في حياتي شوف السي في بتاعي، لا بنقل في اماكن معينه كتير. اوكي. وده عمل دايفرستي للنولج والاكسبيرينس والنظرات وكل حاجه والعلاقات، لان حتى الناس اللي بيقعدوا في شركه واحده فتره كبيره بتلاقي عدد محدود من العلاقات، لانهم Yes. هم شويه عرفتهم وخلاص. لكن اللي بيبتدي يروح شركه تانية، بلد تانية، Yes. وظيفه تانية، كارير تاني، بتلاقي نفسك في الاخر الحصاد بتاعه او كبير جدا، كتيره جدا مختلف ومتغير طب اسالك سؤال. اتفضل. حبيت بقى شركه من اللي انت اتنقلت منهم كتير بشكل عنيف قوي، بشكل قوي قوي؟ حبيت، بس مش لدرجه ان انا ما خدتش قرار ان انا تو ليف يعني. ما هي يمكن بقى هنا هنلتقي بقى. ان احنا يمكن طول الفتره بيخلي الحب ده يزيد والتعلق يزيد والتعود يزيد، فيبقى تبقاش شايف بقى سلبيات وان اتس تايم تو موف. واخد بالك حياتك؟ فاعتقد احنا التقينا بقى فعلا. انا ما فيش ولا يعني في شركه ممكن اقول لك اتمنى ارجع لها تاني لكن ما فيش مره قلت لا انا مش همشي علشان خاطر انا مولع ومفعم ومش عارف ايه بالشركه دي. Yes. ودايما حتى في التريننج انا بقول جمله ما اعرفش صح ولا غلط، Yes. بندردش مع بعض. Yes. فكره اللويالتي للشركات او الانتماء للشركات. انا بؤمن ان اللويالتي للشركه اللي انا شغال فيها لوقت معين. صح. بتحكي كده صح. وبدي مثال دايما الموضوع ده للكابتن حسام حسن. ايوه. حسام حسن من الامثله اللي انا فعلا بديها مثال، هو اللويال للمكان اللي هو فيه. Yes. يعني كابتن حسام حسن كان نادي الاهلي، بعدين زمالك، بقى راح الزمالك، تحس ان هو زملكاوي يعني. بيشوف هو في فتره الزمالك ده عمره ما يتخيل انه كان اهلي. ايوه. بعد كده راح اتحاد، بعد كده ما اعرفش راح كذا كذا. مثال جميل جدا على فكره. فهو تلاقيه طول ما انا في المكان اللي فيه انا فيري لويال. طب جات لي فرصه تانية هبقى لويال برضه. لكن مبدا ان انا ابقى قاعد في مكان واحد ولو هو سابني حياتي هتتدمر ومش عارف ايه. الايه دي صح. يعني ده انا معاك. يمكن ده يعني نلتقي تاني في قصه أيوة. الحب الاعمى او الانتماء اللي هو لا يعني هي وين وين. يس بالظبط. انا قاعد في مكان بستفيد منه بستفيد منه يعني. يس. طب هل في حياتك في كتاب مثلا قريته، كتاب اثر فيك، كتاب تنصح مثلا المشاهدين المتابعين يقروه؟ يس. بس هو كتاب مش بيزنس لكن هو كتاب للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. الله يرحمه. بيتكلم عن التساؤل. هو اسمه حوار مع صديقي الملحد. بيتكلم سيبك من التوبيك مش ده اللي اثر فيا، ولكن التساؤل نفسه، انك انت تقعد تطرح اسئله وتكسر حاجات ثوابت تابوهات، بس بغرض انك تتعلم. ويعني كيفيه طرح السؤال على نفسك. يعني طرح السؤال على الاخرين سهله، open question وversus closed ومش عارف ايه وتد وريفرس question والكلام لكن انك تطرح سؤال على نفسك فعلا وتبدا تفكر فيه وتعمل له اناليسز وتطلع باجابه، والاجابه دي تعمل لها فيريفيكيشن وتشوف المصادر اللي ممكن تقوي من اجابتك او تعاكسها، فتوصل انت جوه نفسك لحاله من السلام على اجابه هذا السؤال. دي مهاره خطيره. انا قريت الكتاب ده مثلا عندي كان مثلا سنه 93 حاجه كده، كان عندي 14 سنه حاجه كده او 13 سنه. فطبعا ما كنتش مدرك لكل الاساليب اللي الدكتور مصطفى محمود بيستخدمها، ورجعت قريته تاني ورجعت قريته تالت ورجعت قريته رابع، وكل مره بكتسب منه طريقه مختلفه. يس الدرجه دي يعني بتقرا كتير وكل مره يس ان هو بيجاوبك على سؤال مهم جدا، اللي هو اصلا ازاي تسال في الحاجه اللي انت عايز تفهمها، مش ازاي تجاوب. ازاي تسال فازاي تفكر. يعني انا النهارده هقعد اسال واقول مثلا هو انا ازاي اقدر اصنع عربيه، فالاجابه لا ما اعرفش اصنع عربيه. لا، ما هو بقى مش في الحته دي خالص. هو بيقول لك بقى طب ما تيجي نسال سؤال تاني، هو اللي بيصنعوا العربيات بيعملوا ايه؟ طب هم بداوا ازاي؟ طب ايه انواع العربيات المختلفه؟ طب ايه اسهل عربيه تتصنع؟ طب ايه اكتر عربيه بتتصنع؟ طب ايه كومبوننتس العربيه؟ انت عمال تشحذ تفكيرك وتقوي من المهارات بتاعه انك تطرح سؤال صح.
فتقوم الاجابه تيجي اسهل. واخد بال حضرتك؟ فده كان وده من فرق الحاجات- معاك كتير فرق معايا في ما اعرفش ليه. ده كان من احد الكتب اللي حببني في مجال التريننج، لان مجال التريننج مليء انا بحب التريننج بتاعي دايما انتراكتيف، يعني ما بحبش انا اقعد القي موضوع والناس قاعده عماله تسمع، لا احب دايما اسالهم، حتى السؤال اللي بيجي لي برده. ففي يعني تكنيكس كتير استخدمتها في الحته دي. وسؤال عامه، يعني هو الكتاب ده عامه بيدعوك للتفكير وتشغل دماغك، وما تسلمش لكل حاجه تتقال، لا تسال فيها لحد ما توصل هي صح ولا غلط وهكذا. يس. فطبعا هو الارت اوف كويستشنز دوت من الحاجات اللي في Yes. كل حاجه وانت مع العميل طبعا. وانت في الكوتشنج كويستشن، Yes. انت مع زميلك وانت Yes. مع اي حاجه، انت كل ما تسال كويس. بمناسبه الاسئله، يعني مره احد الناس بيسالوني هو انا ممكن ازاي احسن الليسننج سكيلز؟ اوكي. قلت له اسال كويس. صح. سيمبلي. حقيقي. احنا والاثنين قاعدين مع بعض دلوقتي، في حد بيتكلم وحد بيسمع. يس. طب اللي هيتكلم ده يتكلم امتى؟ لما يتسأل. لما يتسال. فلما تتسأل، لما انا اسال حضرتك هتتكلم، فلما Yes. تتكلم لازم اسمع لك عشان عايز اسالك السؤال اللي بعده. يس. فهو الليسننج بتبتدي بالسؤال. مظبوط. ففعلا يعني زي ما انت بتقول كده، فعلا الكتاب ده مفيد جدا الواحد يعرف ازاي يسال يعني. يس. يس. مثلا بالكودس بقى والحاجات دي يعني. الى حد ما بحبها او مؤمن بيها، ويعني بحب جدا دايما اجدد الموضوع ده واشوف حاجات انا ما اعرفهاش واشوف حاجات مش منتشره قوي. يعني بحب اقعد ادور كده على كوتس تكون في دهاليز كده محدش بيقولها كتير. واخد بالك؟ اخر كود كده يعني عجبتك وشايف ان انت يعني ممكن تشيرها مع الساده المتابعين لينا، وليه حبيتها؟ هي قديمه، هي مش اخر واحده، بس هي ممكن اقول عكس كوت. يعني في كوت منتشره بس انا مؤمن بعكسها. مؤمن بعكسها تماما. ده نفس الفكره بقى. هو اي نوت يعني ليه اؤمن بيها كده زي ما هي؟ بالظبط. ما نسال بقى شويه شويه براجماتيزم. واكشلي احنا عدينا عليها واحنا في اللقاء بتاعنا النهارده، اللي هي فقد الشيء لا يعطي. انا اؤمن جدا جدا ان فقد الشيء يعطيه جدا، يعطيه مليون مره اكتر من اللي عنده الشيء. طب قول لي اكزامبلز بقى عشان اقول لك كده برضه ده تغيير. لا ده ايمان. يعني بص انا ممكن اتخانق عليه الايمان ده. لان مثلا ايه، النهارده انا لو انا معيش فلوس، طب ما انا هدي فلوس ازاي؟ المثل اللي هو يعني بجيب لك مثل هو راكب قوي مع فقد الشيء لا يعطيه، لانه هو معهوش هذا الشيء. ولكن ده في الاشياء الماديه بس فقط لا غير. انا لو معيش فلوس وانت جيت قلت لي انا محتاج فلوس، مش هعرف اديها لك طبعا. فده هنا. بس لو انا معايا، السؤال بقى هل عكسه صح؟ يعني مالك الشيء يعطي؟ لا. انا معايا فلوس وانت عايز فلوس، هل بالضروره هدي لك؟ لا. في بخلة، في بخلة وفي حاجات كتير. فانا عايز اقوله ايه، فقد الشيء بيبقى حاسس قوي بالشيء ده لانه فقده. احنا لما بنملك الشيء زي العربيه الجديده، بنجيب عربيه جديده زهوتها بتروح بعد قد ايه؟ شهر شهرين بقت حته حديده. صح. كانت بقى عربيه ب20 مليون، كانت عربيه ب100,000، هي بقت حته حديده تبلع بنزين بتوديك المشوار، حتى ما بتبصش على التابلو. هي بس اول يومين ثلاثه وريحه العربيه اللي هم المفروض الصراحه المفروض يعبوها في بيرفيومز، ما اعرفش ما بيعملوش كده ليه الصراحه. يعني في كام ريحه كده، هخرج بره الموضوع شويه. ريحه العربيات الجديده، ريحه الاطفال الصغيره، ايوه، وريحه الخطابات القديمه، الجوابات. عارفها دي؟ دي على فكره بالمناسبه دي كانت حاجه الدكتور احمد خالد توفيق اللي هو العراب اللي هو توفى منه طبعا. فما علينا، نرجع بقى تاني. فزهوه الشيء اللي بتملكه انت، هات مثلا اسكندرانيه وتلاقيهم ما بيشوفوش البحر، هتلاقي ساكنين على النيل وتلاقيه يقول لك ما بيبصش. صح. ففقد الشيء اكشلي هو حاسس بيه اكتر من اللي ملكه، فبالتالي هو بيبقى نفسه يعطيه للي بيسأله. دي حاجة. الحاجة التانية هو أنا شايفه حكم إعدام ظالم إن أنت فاقد الشيء لا تعطيه. يا أخي أنا مثلا ما بنجحش في التواصل، ما بنجحش مثلا في تربية حيوانات مثلا، ما بحبهمش، بخاف منهم، بصلي فمش عايز، مش عارف بقرف منه أيا كان، بس أنا بحب الحيوانات. ولو انت عايز تاخد رأيي، ما انا هقول لك الجولدن مش عارف ايه والجيرمان شيبرد والجريت دين ده امتى، وده انا عارفه كويس جدا بس انا ما ربيهمش. فانت ليه بتحكم علينا لن اعطيه؟ انا هاعطيه. فهي الفكره، انا بحس ان اللي فقد الشيء لا عنده شغف ان ما يبقاش في غيره فقط. طبعا انا بنتكلم على الاسوياء، يعني بنتكلم على حاجه سويه، دي حاجه. الحاجه التانية
يعني دي حاجه نفسيه. الحاجه التانية، لا انا ممكن ما بقاش معايا فلوس بس اقول لك افكار بيزنس تعمل بيها فلوس، او اقول لك لا بقول لك ايه الراجل ده معاه فلوس، الله طب ما انا اعطيتك اهو بس مش بشكل مباشر. فانا اؤمن جدا ان لا، فقد الشيء يعطيه. ممكن يعطيه. لا بالعكس، هو يعطيه. اكيد هيعطيه، اكيد اكيد هيعطيه. لان هو يا اما هيديهولك في صوره يعني من الاخر هيبقى قلبه عليك قوي، غير مالك الشيء. حس بالقرصه يعني بتاعته، حس بيها جامد جدا. يعني احنا كده حكمنا على كل مثلا اللي ربنا ما رزقوش بخلفه انه ما ينفعش يبقى مدرس مثلا في حضانه. حكمنا على ان على كل ما على الراجل ال مثلا سي بيتهوفن مثلا كان اطرش في اخر حياته، مع ذلك كان بيعمل مزيكا. طب ازاي ده مش فاقد الشيء، ده فاقد كل حاجه، كل حاجه. ده فقد اهم حاجه للمزيكا اللي هي اصلا بالظبط السمع. بالظبط. لكن هو هو كان بيلحن وكان بيعمل. فيعني دي كوت انا اؤمن بيها او اشجع على ان انت لا، انت ممكن تبقى عارف حاجه برضو سهله قوي. هتلاقي مدرب الكوره هو ما يعرفش يشوط ضربه جزاء، بس هو يعلمهم كويس جدا ازاي يشوط ضربه جزاء. صحته ممكن يبقى جسمه مترهل وتخن وخلاص كبر، بس هو عمال يعلم في الناس دي ازاي يلعبوا كوره وازاي يخططوا. فاذا هو فاقد اللياقه وفاقد اللعب، لكن يقدر يعطي اللياقه واللعب. فكرتني باغنيه بقى لو لعبت يا زهر. ما دي دي ماشي على الموضوع ده بالظبط. بالرغم ان هو يعني اتعرض في الاغنيه، على فكره اغنيه حلوه قوي، فكره يعني يس. لما تيجي تسمع كلماتها جميله اغنيه حلوه. فانت فيها على فكره بتسبورت الكلام بتاعك، ان هو بالرغم انه في ناس ما ادتلوش فلوس وكده، بس لا يعني لما نظهر الكلام لا بالظبط، لا روح لاول واحد ومش عارف واحتجت له. يعني هي فعلا مش لازم على طول فقد الشيء يعطيه. بالظبط. وحتى ده كمان بتلاقيه في يعني في الفكر مثلا بعض الدول الأوروبية في أوروبا ده متقدمة مش لازم يكون الوزير بالظبط التربية والتعليم يكون بالظبط كان خريج مش عارف بالظبط تربية بالظبط. يعني بالرغم ان هو لا ممكن يبقى خريج حاجة، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى دكتور. يس. فهي مش لازم اكون انا عندي دي عشان اعرف اديها، لا بالظبط، بس انا عندي شيء تاني اقدر اعطيه يعني. فانا بتفق معاك فيها انه الاطلاق على الاطلاق برضو هنقول برضو عشان نبقى يعني لينا ولا عيون يبقى فير. طبعا هو اداء ايماني بيه لا يعني بالضروره ان هو صح. ممكن يبقى فاقد الشيء وفعلا مش قادر يعطيه صح. ولكن انا بس عايز اقول ايه، تعالى نلغي دي، بلاش فقد الشيء لا يعطيه دي، لا خليها فقد الشيء يعطيه او ممكن يعطيه. بالظبط، ممكن يعطيه زي ما مالك الشيء ممكن لا يعطيه. صح. فدي انا اؤمن جدا يعني انا اؤمن جدا باختصار ان كوني مش في الحته دي ده مش معناه ان انا ما عنديش مهاراتها. صح. لا ده انا ممكن يبقى عندي مهاراتها بس انا ام نوت انترستد ان انا اكون في الحته دي دلوقتي، بس هديك اللي انت تبقى تعرف تبقى بيه في الحته دي كويس. يعني شكرا على الاضافه دي والبعد ده. ويمكن ده له علاقه فعلا بالكتاب، انه كل حاجه لازم بقى نفلسف الامور وعلى فكره هو على فكره ده اللي بيخلي الناس تبص بطريقه مختلفه. ودي مايند سيت. ما انا لو بالظبط نرجع تاني مثال نرجع لمثال 99 مره باخد الغرزه، ما انا خد بالك هو نوت يعني بالظبط. طب ليه اخدها بالطريقه دي؟ طب ليه ما يمكن التاني يكبس بنزين ما يكبسش بنزين؟ ففي لازم اسئله اسال نفسي فيها، كل ما اسال اكتر كل ما المايند سيت بتاعتي هتتشكل تاني. مظبوط. طبعا احنا القعده بتاعتنا دي كانت قعده جميله ومثريه وفيها معلومات كتيره جدا جدا. ده ليا انا اول واحد ودايما بحب في نهايه اليوم يعني انه نقول للناس 3-4 حاجات كده نختم بيهم اللي قلناها كلها النهارده. فحابب نقول لهم 3-4 ستيبس. خلينا 4 بقى عشان على الاربعات بتاعتنا بقى. تمام. يعني هي اول حاجه ان المايند سيت مش حاجه صعبه خالص، حاجه سهله جدا انت تكنترولت ولازم تدور عليها، ولازم مش تغير، لازم تطور المايند سيت بتاعك وتفتح الاعدادات بتاع دماغك اكتر بكتير جدا من الاول. 2 العلم لازم يتحدث. يعني لو تلاحظ احنا اتكلمنا كتير في حاجات دنيويه كده وحاجات احنا بالخبره، بس انا وحضرتك حطيناها كده في نطاق علمي شويه. 4 خطوات 4 ديز الايموشنال انتليجنس، من اول الادراك والكنترول وبعد كده 1 to 1 و 1 to all. فمهم جدا انك تسلح نفسك بالقرايه وتتعلم. يعني مش الخبره لا تكفي ولا علم لا يكفي، لازم 2 يتجوزوا لبعض. لازم يبقى عندك الخبره العمليه ولازم يبقى عندك الخبره الاكاديميه عن طريق القرايه. في ناس شغلتها اكاديميين واحنا كجمهور بنقرا ونتثقف فدي مهمه قوي. يطلع منها النقطه الثالثه ان في دايما الناس تتعامل معاهم هم انواع، ما ينفعش انك انت تفرض طريقه واحده او مايند سيت واحد مع كل الانواع، لان هم بشر.
والبشر انواع، والنوع الواحد نفسه جواه هو نفسه كونفليكت، وتلاقيه بيعمل حاجات هو متضايق منها، فما بالك لما واحد تاني بيتعامل معاه. فيو هاف تو تيلر الطريقه بتاعتك كمدير او حتى كبني ادم عادي مش بتديرش او شغال في اي مكان، طبقا لانواع الناس اللي شغاله معاك واللي ماشيه معاك. النقطه الرابعه بقى ان هي كل حاجه هتعملها هتترد لك. انت في يوم من الايام هتبقى راجل led by، وفي يوم من الايام هتبقى leader. صح. ومش هتقف عندك بقى، ما هو انت كمان ولادك هيخرجوا للحياه. تاكد تماما ان الليجاسي او الميراث، الليجاسي او الميراث اللي انت هتسيبه للناس هي المعامله الطيبه، سواء كنت مدير او كنت ليدر او كنت واحد من فريق العمل. فكل ما تركز مع البشر والمايند سيت بتاعك يبقى فليكسبل وبيتغير باستمرار، كل ما هتلاقي جمهورك عمال ينمو كل يوم، ومن مختلف الفئات العمريه. تلاقي ناس عند ستينات وناس خمسينات وناس عشرينات وناس اطفال. كل ده هيقعد لك، صح. كل ده هيستناك، صح. ما يستناكش انت، هيستنى لولادك ولاحفادك. وكتير جدا من الناس احنا بنتكلم عليهم، يعني احنا كلنا بلا استثناء ما عندناش اسم خامس في بطاقتنا. لا. صح. وغالبا ما نعرفوش. صح. يعني كان في كائن حي يعني كامل النمو جد لينا وموجود وليه حياة وليه أحلام وليه طموحات، ويا عيني ما حدش فاكره. وفي ناس لا معروفة من قديم الأزل، الناس فاكراها لحد دلوقتي بالسمعة والسيرة وتأثيره في الناس عاملة ازاي، وقدرته على تغيير تفكيره بشكل عامل ازاي. كالعادة 4 حاجات برضو حلوين، يعني 4 تبس كده، بما ان احنا عندنا الهيرو بتاعنا في الحلقة رقم 4. رقم 4 4 حاجات مهمين جدا جدا، وبتفق معاك فيهم طبعا. يأثروا وفعلا هيلخصوا كل اللي احنا قلناه النهاردة. يعني احنا بالعادة المفروض يعني نبقى كرمة معاك ونديك هدية. اوكي. المفروض. اوكي. فين بقى؟ احنا مش كرمة ولا حاجة، احنا لا خالص. خالص. بننتظر الكرم بتاع حضرتك. اوكي. فكل زميل بيجي يضيف عندنا بيبقى عنده هدية يقدر يديها للمتابعين بتوعنا. اوكي. فايه الهدية اللي دكتور احمد ممكن يديها للمتابعين الماهر مايند سيت؟ طيب انا بشوف ان انا اكتر حاجه شغوف بيها وبحبها جدا في كل الشغل اللي انا بشتغله هو التريننج، الدايركت تريننج، اللي هو اقعد مثلا مع مجموعه من الناس واعلمهم برزنتيشن سكيلز، سيلينج سكيلز، نيجوشيشن سكيلز الخ يعني. فانا هديتي هتبقى بسيطه جدا، ان انا ممكن اخصص يوم كامل let's say مثلا لحاجه مشهوره قوي ولتكن الكوميونيكيشن سكيلز، اللي هي مهاره التواصل، ودي بنستخدمها على فكره في البيع، وبنستخدمها في التفاوض، وبنستخدمها في الالقاء، فليها استخدامات كتيره جدا all in one يعني. فانا من خلال دكتور احمد ومن خلال الماهر انا بخصص يوم كامل لمجموعه مثلا من 6 ل 10 افراد عشان تبقى مثمره ويقدروا ان هم ياثروا في بعض. ندي كورس كوميونيكيشن سكيلز فور فري تماما باي يعني في اي مكان، يعني ممكن اروح انا حتى للناس لو هم حتى في محافظه تانية او حاجه زي كده. ربنا يخلي حضرتك، شكرا والله على الهديه القيمه دي. وهم فعلا متابعينا يا جماعه، انتوا تستفيدوا قد ايه لما تقعدوا في حضره وجود الدكتور احمد يعني بجد والله، يعني قيمه وقامه. الله يخليك. وبشكرك جدا على الهديه الحلوه دي. بشكرك اول حاجه تاني على ان حضرتك يعني قبلت الدعوه، وانه ضيف عزيز عندنا النهارده. بشكرك على الهديه اللي انت الله يخليك اديتها لنا النهارده، وفعلا هديه قيمه، وان شاء الله متابعينا ومشاهدينا الماهر مايند سيت ان هم يستفيدوا منها يا رب. المناقشه كانت ثريه، مش عايز اخلص الحلقه، بس انا عارف طبعا الالتزامات حضرتك وطبعا المواعيد بتاعت حضرتك. بشكرك تاني جدا، وان شاء الله تبقى معانا ضيف تاني، وتوعدنا باذن الله تكون ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، وشرف ليا وجودي مع حضرتك النهارده ووجودي مع الساده المشاهدين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من الماهر مايند سيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الافكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وارائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.